يا مساء الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله 2019 تبقى سنه جميله جدا عليكم، وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه. والسنه الجايه ان شاء الله زي دلوقتي كل واحد يبقى في المكان اللي بيتمناه ويحقق ولو جزء بسيط جدا من احلامه، وان شاء الله تفضلوا في سعاده وفرحه دايما يا رب على طول. وبمناسبه 2019 في ان شاء الله فيديو نازل في خلال يومين في اهم الحاجات اللي انت المفروض تعملها في اول السنه في 2019 عشان ان شاء الله تقدر، والنصايح تساعدك ان انت تحقق اللي نفسك فيه باذن الله. فاستنى الفيديو نازل في خلال يوم. اما بقى بالنسبه للفيديو ده فانا قايل من الفيديو اللي فات اللي هو هيظهر لك فوق دلوقتي ان شاء الله ده هيكون اجابه على الاسئله اللي هتبقى في الكومنتس اللي على الفيديو اللي فات. فجالي تقريبا حوالي 700 كومنت، فعلى قد ما اقدر هحاول ارد. طبعا مش هقدر ارد على الكومنتات كلها لان طبعا 700 كومنت كتير جدا، فهحاول ارد على الاسئله اللي في الكومنتات. لو لقيت ان وقت الفيديو طول شويه مننا فهحاول ان انا انزله على كذا فيديو عشان الناس ما تزهقش. انتوا زهقانين من خلقتي اللي قدامكم، فهحاول انزلها على كذا فيديو ان شاء الله عشان ما تزهقوش. في البدايه حابب اشكر كل الناس اللي كتبت لي كومنتات حلوه. يعني بقالي فتره انا مختفي عن ان انا انزل فيديوهات، ووحشني ان انا انزل فيديوهات، وحشني الوقفه قدام الكاميرا. بس الصراحه الكومنتات بتاعتكم فرحتني جدا، فربنا يا رب يفرح قلبكم ويكبر بخاطركم يا رب. ويعني كلامكم ده على راسي من فوق. نفسي ارد طبعا على واحد واحد، بس يعني الموضوع غصب عني، فانا بقول لكم كلكم شكرا جدا على كل واحد افتكرني وكتب لي كلمه كويسه، وكلامكم ده فوق راسي، ربنا يخليكم. يلا بسم الله نفتح كده الفيديو ونشوف الكومنتس اللي اتكتبت، واحاول كده ان شاء الله ان انا ارد على يعني سؤال. بس قبل اي حاجه في طبعا اسئله مش هقدر ان انا يعني بتبقى محتاجه اجابات طويله شويه، فممكن ان انا ابدا ان انا اعمل عليها فيديو ان شاء الله، وارد في فيديو منفصل خاص بيها ان شاء الله باذن الله. حاجه كمان يا ريت طلب بس صغير، يا ريت تساعدني والفيديو اللي فات لان انا تعبت فيه جدا وهو ده الفيديو اللي رجعت بيه فيا ريت تحاول تشير الفيديو ده لكل الطلبه اللي في ثانويه عامه يعني، وتساعدني ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد منهم، عشان في رساله معينه كنت حابب اوصلها من الفيديو، فاتمنى ان انت تساعدني والرساله دي توصل للناس كلها. اول حاجه محمد بيقول ايه السبب ان الواحد بيقعد وقت كتير على المذاكره ومش بيخلص كتير؟ انا النهارده طول اليوم كان فاضي وما عنديش دروس وما ذاكرتش الا صفحه، مع اني كنت مستني اليوم ده عشان الم فيه جزء من الدروس. طيب بص يا محمد او الناس كلها، المشكله دي طبعا بتحصل معانا كتير، بس فكره ان انت بتقعد على الكتاب والتحصيل بيبقى قليل، او ان انت ما ذاكرتش كميه كبيره او الحاجات المتوقعه، فده بسبب اول حاجه ان مفيش دافع، يعني ما عندكش الحافز اللي يحركك او يخليك ان انت تذاكر. فلازم تدور هو انت داخل ثانويه عامه ليه؟ ايه الحافز او ايه اللي هتستفاده لما تقعد تذاكر؟ لازم تبقى شايف قدام ان انت دي او المذاكره دي خطوه ليك ان انت ان شاء الله تقدر ان انت تجيب مجموع، عشان المجموع ده مش هو النهايه، المجموع ده برضو خطوه ليك عشان توصل للكليه اللي نفسك فيها، عشان الكليه اللي هتدخلها دي خطوه ليك برضو ان انت تحقق الحاجه اللي نفسك تشتغل فيها في المستقبل. فكلها خطوات، فخليك عارف ان المذاكره او الحاجه اللي انت بتعملها دي خطوه مهمه جدا عشان توصلك لخطوه بعيده جدا لقدام. لكن لو كان نظرك محدود شويه في فكره ان دي مذاكره وان هي ضغط وكل حاجه، المذاكره ما فيش حد فينا بيحب المذاكره. يعني انا لما كنت في ثانويه عامه ما كنتش بحب المذاكره، واوقات كتير ما كنتش بذاكر، بس لما الواحد بيقعد على الكتاب وعايز يذاكر هيذاكر. الفكره انه بيذاكر يا اما وقت ضغط زي ما انا كنت كده، لازم يعني الواحد يبقى مهزأ فعلا. كنت بحب انا اتضغط عشان اذاكر، ولسه لحد دلوقتي بموت في ان انا اتضغط عشان اذاكر كده من نفسي وابقى مخلص كده قبل الماده بكتير او قبل الامتحان، ما تحصلش خالص. انا مثلا كنت بذاكر لما بتزنق، بس في ثانويه عامه للاسف اتزنقت وذاكرت والحمد لله ربنا يعني وفقني وكرمني وقدرت ان انا اوصل لنفسي فيه. بس ثانويه عامه بالذات ما ينفعش ان انت تلعب على حته الزنقه دي، لان انت لو يعني ما لحقتش نفسك ممكن الوقت يعدي منك بسرعه وما تقدرش توصل للي نفسك فيه. تاني سؤال من اماني بتقول عندي سؤال، اولا انا محبطه مش عارفه ليه، وما تقوليش اخرجي عشان امي هتشلوحني لو قلت لها اخرج. ثانيا احل امتحانات امتى بالظبط؟ اول حاجه محبطه ملهاش علاقه بالخروج، لو انت عايزه تغيري جو او مخنوقه فدي تخرجي عشان تغيري جو، ومش شرط خروج، ممكن تتفرجي على اي مسلسل اي فيلم، شوفي تقعدي تقراي في القران شويه، يعني شوفي الحاجه اللي تخليكي تخرجي من المود او ان انت تغيري جو واعمليها. تتفرجي على مسلسلات، تمسكي القران شويه تقراي فيه، تنزلي تقعدي مع صحابك، تقعدي تتكلمي في الموبايل، تلعبي ببجي، تعملي اي حاجه. شوفي انت الحاجه، كل واحد بيغير جو بطريقته، فشوفي ايه الحاجه اللي تخليكي تغيري جو. تاني حاجه تحلي امتحانات امتى بالظبط؟ فلسه وقت الامتحانات ده مش دلوقتي، يعني الامتحانات دي لسه تحليها في شهر 5، يعني اول ما تتدربي على الامتحانات تقعدي تحلي امتحانات كامله كده ده في شهر 5.
او اخر شهر 4 اللي هو بعد ما بتخلصي المناهج وبتراجعي وبتبداي ان انت تستعدي للامتحانات، بتدربي نفسك. لكن ما تحليش امتحانات من دلوقتي. ممكن تحلي الاسئله بتاعه الامتحانات على الدرس اللي انت خدتيه. يعني انت خدتي مثلا فصل النهارده ده معين، هو انت بتعملي الواجب بتحلي اسئله الامتحانات على الفصل ده بس كتدريب ليكي، لكن الامتحانات كامله مش وقت خالص دلوقتي. في سؤال مهم من عبده بيقول طب بالنسبه للناس اللي عليها ضغط انها لازم تجيب مجموع واهليهم متعشمين فيهم وفي ربنا وفيهم يعملوا ايه؟ ماشي. بص يا عبده، اي حد في ثانويه عامه بيبقى عليه ضغط. يعني هي اصعب حاجه في الثانويه العامه الضغط. هي كسنه مش صعبه للدرجه، بس الضغط النفسي فيها تقيل، لان التركيز عليها للاسف في المجتمع بتاعنا كبير قوي زياده عن اللزوم. ولازم الواحد بقى يجيب مجموع بقى، عشان لو ما جابش مجموع ده يبقى كده فشل، والحاجات دي كلها للاسف دي ثقافه مجتمع الواحد مش هيقدر ان هو يغيرها. ف يعني ان شاء الله تتغير، يعني امل ان هي تتغير في المستقبل يعني باذن الله يا رب. هو ايه اللي حصل في الموبايل؟ بصوا الموبايل علق على الفيديو ومش راضي يقلب تاني. لا قلب خلاص الحمد لله. المهم فانت طبيعي ان اهلك يبقوا متعشمين فيك، لان نفسهم يشوفوك حد كويس. هم من وجهة نظرهم او من اللي اتربوا عليه او من الثقافة بتاعت مجتمعنا ان انت تبقى كويس ده لما تجيب مجموع. فمش صعب ان انت تجيب مجموع. فكرة ان انت عليك ضغط، انت الوحيد اللي تقدر تتحكم في الضغط اللي عليك. الضغط بيبقى صعب، بس انت سهل ان انت تاخد الضغط ده تحوله لحافز ليك وطاقة ليك ان انت تقدر تشتغل وتعمل اللي عليك وتذاكر عشان تقدر ان انت تجيب مجموع. والله العظيم فكرة ان انت تجيب مجموع دي سهلة مش صعبة. سهل جدا ان انت تجيب مجموع، محتاجة شوية حاجات. دي من ضمن الاسئلة اللي محتاجة فيديو طويل شوية، فممكن ان شاء الله الفيديو الجاي اتكلم فيه عن الموضوع ده. ايه الحاجات اللي انت محتاج تعملها عشان توصلك ان انت تجيب مجموع كبير. فان شاء الله يعني في الفيديوهات الجاية فكروني عشان اكيد هنسى، انا بنسى كتير. انا اقدر اجيب اعلى درجة في اي مادة، بس الانجليزي حاسس اني هسقط فيه. بص موضوع الانجليزي مش معتمد انت ثقافتك اللغويه عامله ازاي. طبعا لو انت ليك ثقافه لغويه تمام، بس الفكره في الانجليش بتاع ثانويه عامه ان انت شويه جرامر بتذاكرهم وتحل عليهم كتير، وفي القصه وفي طبعا الكلمات. فانت اهم حاجه تكون حافظ كلمات كويسه جدا، واهم حاجه ان المدرس يكون يعني بيعمل لك امتحان على طول. الامتحانات هتجيب فيها درجات مش قد كده، بس حاول ان انت تدخل مع مدرس بيعمل لك امتحانات على طول وبيتابع معاك، لان كتر الامتحانات وكتر الحل هو اللي بيوصلك ان انت تجيب مجموع، خاصة في الانجليزي. لان الانجليزي على فكرة مفيش اسئلة بتيجي فيه متكررة، يعني قصدي مفيش اسئلة بتيجي فيه مش متكررة، الموضوع كله متكرر. ولو انت حلل كتير سهل جدا ان انت تجيب مجموع في الانجليش وتقفل اصلا امتحان الانجليش ده كله على بعض. اللي بعده ندى بتقول ازاي اذاكر قصة الانجليزي. طيب انا كان ليا طريقة لذيذة كده في مذاكرة قصة الانجليزي، طريقة سهلة جدا. هسيب لك الفيديو بتاعها فوق، يعني هتلاقي الفيديو اهو فوق اهو، دوسي عليه شوفي ازاي تذاكري قصة الانجليزي بطريقة سهلة جدا جدا فوق ما تتخيلي. في بعد كده عمر بيقول ايه اسرع طريقة للمذاكرة؟ طيب بص، هو مفيش حاجة اسمها احسن ولا اسرع ولا اقوى طريقة للمذاكرة. اللي يقولك كده يبقى بيشتغلك. هو في حاجات هتسهل عليك المذاكرة، لكن الطريقة الصح او احسن طريقة للمذاكرة دي بتختلف من واحد للتاني. يعني الطريقة اللي تناسبني ممكن ما تبقاش مناسبة معاك، ممكن ما تبقاش مناسبة مع حد تاني، فانت اللي بتعمل احسن طريقة ليك للمذاكرة. فشوف كل الفيديوهات اللي بتتكلم عن طرق المذاكرة المختلفة واعمل لنفسك انت الطريقة الخاصة. هي الفكرة ان انا لو عملت لك حتى زي ما عملت فيديوهات قبل كده طريقة المذاكرة او ايه احسن طريقة للمذاكرة تذاكر بيها، فدي بيبقى فيها شوية نصايح هتوفر عليك وقت في المذاكرة او تكنيكس معينة هتسهل عليك المذاكرة. لكن مفيش حاجة اسمها افضل طريقة. افضل طريقة دي انت اللي تعملها بنفسك، ومفيش حاجة اسمها اسرع طريقة للمذاكرة خالص، مفيش الكلام ده. في بعد كده ممكن يا دكتور الفيديو الجاي تجاوب على سؤالي انا علمي علوم وفايتني فصلين في الفيزياء اخلصهم ازاي؟ ده محمد خالد. بص يا محمد، اي حاجة اي حد فايته اي حاجة في اي حتة في المنهج ده طبيعي. ماشي الكلمة ده طبيعي. سبحان الله، والله من اول الفيديو عمال واخد بالي كويس قوي عشان ما اقولش كلمه ده طبيعي، بس هي طلعت فجاه. اللي ما يعرفش ايه طبيعي يساله دفعات السنين اللي فاتت، خلاص يعني بقى اسمي مصطفى ده طبيعي بدل مصطفى ياسر. المهم يعني ان انت فايتك دروس ده طبيعي تمام،
ليه؟ لان انت مفيش حد ما بيفوتوش دروس. انا واحد من الناس كان فايتني دروس كتير جدا، وفي حاجات ما كنتش ذاكرتها. فانت اهم حاجه تعملها وانت فايتك دروس ان انت تعرف ان طبيعي ان انت يبقى فايتك دروس، عشان لو انت مش عارف ده فانت هتتوتر وهتتضايق وهتتخنق وتحس ان انت مقصر وحاجات كتير جدا. حلو ان انت تحس ان انت مقصر، فيلا بقى يلا تفكر ان انت تعوض ده ازاي. فان انت فايتك دروس بكل بساطه اهو. اي درس جديد هتذاكره مثلا في الانجليزي، لو انت فايتك دروس في الانجليزي، كل ما تيجي تذاكر شابتر جديد في الانجليش تروح مذاكر معاه شويه من القديم، او ان انت تخصص وقت كده مثلا ساعه او ساعتين في اليوم تخلص فيهم الحاجات القديمه. ممكن الساعه ولا الساعتين دول يوصلوا ل3 4 ساعات على حسب انت فايتك قد ايه. في واحد فايته فصل واحد، في واحد زي حالاتي كان بيبقى فايته كتير، فكل ماده فايتني مثلا نصها. يعني وانا داخل امتحانات نص السنه وانا في ثانويه عامه، الكلام ده من 5 سنين او 6 سنين، انا كنت داخل مثلا يعني الكيمياء في نصها مش مذاكره، وفي حاجات اكتر من نصها في مواد تانية ما كنتش اعرف عنها حاجه. فانت على حسب الكميه اللي فايتاك، على حسب الوقت اللي انت تخصصه اللي انت هتلم فيه الحاجات اللي فايتك. انا في كليه وشايفها اصعب من الكليه. الثانويه اصعب من الكليه في حته الضغط النفسي. يعني الكليه سهله، الكليه مش صعبه، لان انت ما بيبقاش عليك الضغط النفسي بتاع الثانويه العامه قذرة جدا في موضوع الضغط النفسي، لان الناس كلها مركزه معاك، ويجي حد يقول لك او حد انت ما تعرفوش اصلا يعني ما يهمكش في حاجه. يعني انت تبقى طالع مثلا من العماره، يجي جارك يقول لك ارفع راسنا بقى يا عم، فرحنا بقى يا عم السنه دي. يا عم فرحك ليه؟ انت تعرفني منين اصلا؟ ده انا بشوفك كده بقول لك سلام عليكم وانا داخل عماره وخلصنا. يعني انا مش متجوز بنتك، افرحك في ايه وارفع راسك في ايه يعني؟ فكره ان الناس عامله اوفر عن الثانويه، هي دي المشكله في الثانويه، الضغط الزياده. لكن هي السنه صعبه بالنسبه للي في ثانويه، لكن لما يعدي ثانويه فهي سهله. انت ممكن عشان لسه في سنه اولى فلسه ما تخيلتش ان الدنيا لسه سهله، لان لسه ما انسحبتش من اعراض الثانويه العامه يعني. طيب سحر جمال بتقول يا دكتور انا بفكر اعمل جدول للمواد العلميه والانجليش واخلصهم في شهر. ممكن يا دكتور 5 ليه يا دكتور مرتين؟ ممكن 5 مواد يخلصوا في شهر ونسبه استيعابي منهم لا تقل عن 90%، ولا ده هبد مني ومستحيل يخلصوا في شهر؟ طيب بص يا سحر، مفيش حاجه اسمها تعملي جدول للمواد. نصيحه من عبد غلبان اهو، ما تفكريش تعملي جدول خالص. اللي بيعمل جدول ما بيمشيش عليه. انا رميت كميه جدول في حياتي بالعبيط، الا لو انت سيستم حياتك اللي انت ماشيه بجدول. بس انا ما شفتش حد في حياتي ماشي بجدول كده وقت ومش عارف ايه. فما تعمليش جدول. انت بسم الله الرحمن الرحيم كده انت قاعده، انا والله النهارده مش هنام غير لما اخلص 1 2 3 خلاص. لكن بقى تعملي جدول بالتقسيم بقى بالوقت، وهصحى الساعه مش عارف كام وهذاكر الصفحه كذا للصفحه كذا بعد ما اشرب كوبايه الشاي بلبن الفلانيه وهعمل. ما تعمليش كده خالص، وما تعمليش جداول. الفكره كلها ان انت تذاكري وتخلصي على قد ما تقدري، وتقولي انا النهارده تو ليست بس، اللي هو النهارده مثلا او بكره انا هعمل 1 2 3، مش هنام غير لما اخلص ال3 حاجات دول. فتمام، سهل ان انت تخلصي 5 مواد في شهر، سهل ان انت تخلصي كل المواد اللي في ثانويه في اقل من شهر كمان، واللي فايتك تخلصيه. الموضوع مش صعب. انتوا هتوصلوا لمرحله قدام ان شاء الله شويه الفيزياء دي هترجعوها كلها على بعضها. الفيزياء منهج الفيزياء كله ال6 فصول ولا 7 فصول هيتراجع كله في 4 5 ساعات يعني. بس الموضوع ده محتاج تدريب ومحتاج حل، فسهل الموضوع، سهل مش صعب. ابدأي بس وما تقلقيش من حاجه. انا بقول كفايه جدا على الفيديو ده لان حاسس ان الوقت طول قوي يعني، شايف بدأ يدخل في وقت كبير. فان شاء الله نعمل فيديوهات تانية اجابات على الاسئله. اللي عنده اي سؤال يسيبه تحت في الكومنتات، وقولوا لي الفيديو الجاي حابين ان هو يبقى عن ايه، حابين ان هو يبقى ايه اهم 20 حاجه او 15 حاجه تعملهم في بدايه 2019 لو انت سنك 20 سنه او اقل من 20 سنه او اكبر من 20 في العشرينات يعني، ولا محتاجين فيديوهات عن الثانويه، ولا الاثنين. قولوا لي بس ابدا بايه الفيديو الجاي. كده كده الاثنين جاهزين، بس قولوا لي الفيديو الجاي ابدا بايه. ولو حد عنده سؤال يسيبه تحت في الكومنتات وان شاء الله اجاوب عليه الفيديوهات الجايه. وما تنساش تشغل علامه الجرس عشان اول ما ينزل الفيديوهات تجي لك على طول. ربنا معاكم يا رب وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. وشكرا ان انتوا شفتوا شويه كتير دول، معلش يعني اسف لو زهقتكم مني، بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه تبقى اقصر من كده. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب، والسلام عليكم.